كيبدا الفيلم ديالنا مع كليمز، جندي ألماني غادي يمشي يشارك في الحرب العالمية الثانية، وغادي يودع مراتو اللي خبراتو باللي حاملة. بنتو قالت ليه خاصك ديما تصيفط ليا الرسائل، وقال ليها غادي نبقى نصيفطهم ليك غير تهناي، وقال ليها غادي نرجع ملي تدوز شي ايامات. واحد المدة غادي يبان باللي تشد من طرف الجيش السوفيتي وتحكم ب20 عام بتهمة التجسس، وداوه في التران مع الجنود اللي شدوا في الحرب. دازت ايامات في داك التران، شحال من واحد مات بالبرد، كاين اللي مات بالجوع. من بعد ايامات وصلوا لواحد المعسكر في روسيا، هبطوا الجثث ديال صحابهم اللي ماتوا. كليمز فقد الامل يرجع باقي لمراتو وبنته. رجعوا للطران وكملوا الطريق لواحد معسكر في سيبيريا اللي فيها ناقص 40 درجة. دايرين صف وغاديين والبرد قاتلهم حتى وصلوا المعسكر. وهم يحفروا في واحد المنجم ديال الفحم، كليمز تقطعات خبارو. مرتو ولدات وتتمشي كل سيمانه لمكتب البريد تسول واش وصلت شي رساله من كليمز، واش باقي حي ولا مات. كليمز تيدوز العذاب، دازت عامين وهو الوحيد غير يمتى يرجع لمرتو. واحد النهار وهو في المنجم رابط واحد الحجره على صاحبه، مشى يشوفو لقاه مات. جا واحد الجندي وداه لورشة الميكانيك حيت عرفوه باللي ميكانيكي، وقال ليه دابا خدمتك غادي تكون هنا من اليوم. وبدا خدام في واحد الماكينه حتى طاح الظلام، بانت ليه فرصه يهرب. مشى تا العراس بانوا ليه مشغولين، مشى تيجري ونقز في واحد العربه وتخبى فيها، ولكن شدوه قبل ما يهرب وداروه في واحد لاكاف تتصب عليه الشتا كعقاب ليه. دوز ليله وخرجوه، داوه للمنجم، وهنا تنشوفوا الأسرى دايرين جوج صفوفة وطريق وسطهم وهزين معاهم زراوط، وبداو تيضربوا في كليمز بأمر من الضابط. من بعد دوه العيادة عند الدكتور يعالجو، وشاف الحرارة ديال كليمز بدات تطلع، وطلب من الطبيب يكتب رسالة لمرتو من بعد سيمانة ولا بخير. طلب من الطبيب يعاونو يرجع لبلادو، ووافق حيت عارف باللي تيتعداو على الأسرى. قال ليه خاصك توجد راسك وتجمع حوايجك وقلب على بوصله. قال ليه دابا خاصك تمثل باللي راك باقي مريض باش ما يردوكش لداك المنجم. داكشي اللي دار، وبقى مجبد وتيمثل باللي باقي مريض حتى جا الضابط وقال الطبيب هذا غدا غيرجع لخدمته. الطبيب قال لكليمز بالليل جي عندي وعطاه خريطه ديال هذه المنطقه والويديان اللي غادي تلقى في الطريق. قال ليه دابا الا مشيتي غادي توصل دوك الويديان في الصيف وما عندك كيفاش تدوز من فوقهم، صبر حتى للصيف وسير باش توصلهم في الشتاء ودوز فوقهم. سمعوا الدقان في الباب، كليمز تخبى في تواليت. الضابط تيسول الطبيب علاش باقي منعس، جاوبوا باللي غادي نعس دابا، وطفى الضواو وحيد تريكو وعطاه لكليمز وقال ليه خاصك صافي تمشي تهرب. قال ليه غادي تمشي لواحد البرج، راه غادي تلقى فيه واحد الصاك فيه الماكله والصباط وبوصله. وقال ليه حتى انا بغيت نهرب من هنا، غير تصابيت بواحد المرض وما قاديتش نهرب. وعطاه السلاح والعنوان ديال دارو، وقال ليه الا وصلتي قول لمرتي راني مت. قال ليه كليمز غير تهنى، وقال ليه سير في طريق الشمال، الصباح غادي يمشيو يقلبوا عليك في الاتجاه الغرب. كليمز خرج على عاصفه ديال الثلج ومشى ديريكت للبلاصه اللي قال ليه الطبيب، ولقى داكشي اللي قال ليه. هزو مشى شاد الطريق في الصباح. الضابط وصلاتو الخبار باللي الكليمز هرب، مشى ديريكت عند الطبيب ولقاه حقن راسو بالسم ومات. كليمز مشى شاد الطريق وبعد على المعسكر ومشى لاتجاه الشمال اللي قال ليه الطبيب، حتى سمع صوت ديال الكلاب وشاف الجنود ومشى هرب وخلى ساكو، وهو يطيح ودازو من فوقو. ناض وتيشوف لقى باللي غير كان تيتخيل. ناض كمل الطريق وصل لليل، قهرو البرد وبغى يستسلم حتى تفكر مرتو وبنتو، وناض كمل الطريق. من بعد تقادات ليه الماكله اللي جاب وبقى مكمل الطريق حتى طاح بالجوع والعيا. واحد شويه سمع شي حاجه تتحرك، ناض خرج سلاح تيرا فيها قتلها وكلا منها وخدا جلدها وداروا رجليه باش يسخنوا. ناض كمل الطريق، نهار على نهار بدا تيفقد الامال يرجع لبلادو، ولكن غير تيتفكر بنتو ومرتو تيزيد يكمل حتى بانت ليه واحد الشجره قدامه، وفرح باللي شاد الطريق الصحيحه وغادي يخرج من هاد الجحيم. الضابط صيفط الجنود يقلبوا عليه فين ما كان، ولكن حتى واحد ما قدرش يلقاه. من بعد شهرين الضابط تيقول مستحيل يبقى في هاد الثلج هاد المده كلها، غادي تلقاه مات. كليمز باقا عايش
وصل واحد الغابة وشعل العافية ونعس حتى كيسمع واحد الصوت. فاق لقى جوج قدامه، جبد السلاح وقال لهم شكون نتوما؟ جاوبوه باللي كون كنا بغينا نقتلوك كاع ما غاديش نعطيوك الفرصة حتى تنوض وتخرج السلاح، غير ارتاح، حنا غير صيادة وتنقلبوا في هاد المنطقة. قالوا ليه انت باين ألماني، يلا معانا راه جاية واحد العاصفة. قال لهم غير سيروا في حالكم. في الصباح مشى كمل طريقه، بدات العاصفة وطاحت عليه شجرة كبيرة، ومن حسن الحظ رجعوا هذوك ديال الليل وقالوا ليه راه قلنا لك غادي تجي واحد العاصفة وما تيقتيش بينا، دابا ما عندك حتى شي حل من غير تمشي معانا حنا اللي مخلطين هاد المنطقة. مشى معاهم وسط الغابة حتى وصل الفصل الربيع. الثلج داب، شدوا واحد الفلوكة دازوا بها الواد وقال لمول الفلوكة علاش ما توصلنيش لبلادي؟ جاوبوا ما غاديش نوصلك على 20 عام. ملي وصلوا لواحد الكوخ كليمز خرج ولقى واحد من هادوك قتل الاخر وسولو علاش قتلتيه. قال ليه حيت بغى يسرق ليا الذهب. ومشاو تحركوا شادين طريق في الغابه. من بعد شهور دخلت الشتا والثلج. صاحبنا ضرب كليمز حيت خاف يسرق ليه الذهب. ملي فاق لقى الدياب جايين لعنده ومشى تيجري وطلع لواحد الشجره وعضوا واحد منهم وبدا تيسمع صوت القرطاس وطاح غيب. ملي فاق لقى جوج جارينو داوه لدارهم وبداو يعالجوه. فاق ما فهم والو. من بعد شهور دابيت مازال ما فقد الامال. جاتو خبار باللي كليمز باقي ما مات، وطلق الاخبار في كاع القرى باللي واحد الجاسوس سميتو كليمز هرب ليهم، واللي سمع خبارو يعلمهم. هذاك اللي نقدو مشى عنده وقال ليه راه تيقلبوا عليك، خاصك تهرب من لهنا من دابا بلا ما تزيد نهار هنا قبل ما يشدوك وترجع للمعسكر. في الصباح كليمز شاد بريقو مع كلب اللي عطاه صاحبه. مشى كمل طريقه مع الكلب حتى وصل الصيف. تيمشي في الغابة حتى شافوا واحد هاز سلاح، شدو وداه عند المفتيش ديال المنطقة. قال ليه شكون انت وفين غادي؟ كليمز عطاه سمية وهمية وقال ليه غادي نمشي للمدينة. قال ليه واش عارف باللي كاينه 800 كيلومتر ديال الطريق؟ خونا اللي شدو قال ليه عندك الزهر، كاين واحد التران غادي لديك المدينة. كليمز مشى شاد التران غادي فرحان بالليل حتى تيبان ليه باراج ديال العسكر. مشى نقز الغرب والكلب ديالو تيلقى دابيت قدامه. قال ليه شحال قدك تهرب؟ راني دابا شديتك. الكلب نقز عليه. كليمز مشى هرب حتى سمع صوت القرطاس، عرف باللي قتلوا الكلب ديالو. مشى هرب وطلع لواحد القنطرة ونقز فوق واحد التران وهرب ليهم وكمل طريقه ووصل لفصل الشتاء بالبلاصه اللي لقاها تيتخبى فيها. بنته ما نساتوش وتتبان حزينه وتتقول باقي عايش. واحد النهار كليمز قدر يوصل لواحد القريه في اسيا. واحد مولات الخبز شافته وعطات لولدها الخبز داه ليه. واحد اخر شافو غريب على القريه، مشى تبعو لواحد الكنيسه ودخل عليه قال ليه باين باللي انت الماني. قال ليه يلاه معايا للدار تبدل الحاله، راه كلشي غادي يشك فيك. واحد الشيباني شافو ومشى علم البوليس. كليمز مشى دوش وبدل الحاله وعطاه واحد الباسبور مزور وقال ليه سير راه كاينه واحد الرحله مخلصه. ملي مشى جا دابيت للدار وسول صاحبنا قال ليه شنو كاين. في الصباح كليمز غادي مع الناس في واحد الكاميو وصل لواحد البراج. البوليس قالوا الشيفور هاد الطريق مقطوعه، رجع شد طريق اخرى. كليمز شاف باللي غادي يرجع منين جا، هبط وكمل برجليه حتى وصل الحدود مع ايران. عطاهم الباسبور خلاوه يدوز. ملي قطع القنطره بان ليه دابيت قدامه، شاف موراه ما قدش يرجع وشاف لتحت بان ليه الواد حتى خواليه دابيت الطريق وقال ليه انت صرتي عليا. عاد عرف باللي خرج من الاراضي السوفيتيه وما عندوش الحق يشدو، ولكن الجنود ديال ايران شدوه وداوه للحبس يسحب لهم جاسوس روسي. كليمز عاود القاضي قصته كلها وطلقوه ورجع لألمانيا ومشى عند مرته وبنته وولده اللي بقاو مصدومين ملي شافوه باقي حي. وهنا تتسالي قصتنا. نتمنى تعجبكم وما تنساوش ديروا جيم ابوني اللي غادي يخلينا نستمروا في تلخيص الافلام. وشكرا لكم.